هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، هتحرق هنحرق، مش هتجاربنا بايدينا. خلي بالكم وكلام لكل المصريين، انتبهوا انتبهوا لما يحاك لنا، انتبهوا لما يحاك لنا. كل اللي بيحصل ده احنا عارفينه متوقعينه، واحنا عارفين ان ده مشوار احنا هنمشيه وامر احنا هنقابله. مش عايزين نتهز. طب ليه؟ عشان تفضل مصر، وفي شهداء سقطوا قبل كده وفي شهداء هيسقطوا تاني وتالت، لان دي قضية وحرب كبيرة. مصر بتخوض حرب وجود، مصر بتخوض حرب وجود. ده معناه ان احنا يا مصريين كلنا على قلب رجل واحد، ما نتلخبطش. نزعل نتأثر لكن نبقى عارفين ابعاد المؤامرة الكبيرة ضدنا. انا ما بقلقش الا من حاجة واحدة بس، خوفي عليكم انتوا يا مصريين. لكن اي حد تاني واي تحدي تاني واي تهديد تاني لا، ما بيشغلنيش. كل التحديات اللي موجودة تهون وكل المشاكل اللي موجودة تهون طالما الشعب المصري منتبه وصامت. ده مش سهل، ده عايز صبر وفي معاناة وفي ألم كلنا هندفعه، ولا أبدا حد هيقدر يخش بين الشعب المصري ووحدته وبين قيادته. ده الخطر الحقيقي. أنا بقول للمصريين اطمنوا، ودايما تكونوا عندكم أمل، عندكم أمل في الله سبحانه وتعالى أولا، وثقة في الله سبحانه وتعالى أولا، ثم في نفسكم. إن شاء الله إن شاء الله لازم الغد هيكون أفضل، لأن أنا بقول دايما الهدف هو البناء والإصلاح، مش الهدف هو الهدم والقتل. ولا يمكن ربنا سبحانه وتعالى هيدعم غير البناء والإصلاح، ما ينفع الناس، ما ينفع الناس. وستبقى إن شاء الله مصر، ستبقى إن شاء الله مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. في أخطاء لا تغتفر، وفي كذب ما بيصلحوش كلمة آسف، وفي جروح ما بتداويهاش الأيام والليالي، وفي حقيقة لو انكشفت لا يمكن يرجع مكانكم في القلب أو في العقل تاني. ساعتها ما تلوموش إلا نفسكم، ما تستهونوش بحجم أخطائكم، وما تعتمدوش قوي على القلوب الكبيرة، لأن البحر مهما كبر لا يمكن يشيل السفينة لو اتسقط. فكروا فيها كده هتلاقوها صح. سلام.